السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا ومغذية جدا. هنعمل مع بعض عصير الرمان. السوق طبعا مليان رمان، واحنا لازم نستفاد منه ونعمل مع بعض العصير. اول حاجة هنعملها مع بعض، هنجيب الرمان وهنغسله طبعا كويس جدا وننضفه كويس جدا. عايزة اقول لكم ازاي نشتري الرمان. انا ممكن الرمان الاقي فيه كده الشق ده، والشق ده اهم حاجه ما يكونش بس عندي ان هو ضارب او بايظ. لو ضارب او بايظ طبعا بنستبعدها على طول، لكن طول ما هو مقفول كده وسليم انا ممكن اشتري الرمانه. وكمان الشق ده بيقول لي ان الحبوب بتاعه الرمان والبذور اللي فيه جوه استوت وبقت جميله وطعمها هيبقى زي السكر. اسهل طريقه لتقشير الرمان من غير ما اسود ايدي او اخد فيه وقت طويل زي ما بنشوف كده، وكنا الاول بنعمله بطريقه غلط. بصوا بقطعه كده من فوق واشيل الجزء الابيض اللي فوق ده بالسكينه، ومع كل تضليعه من الرمانه همشي على طول كده بالسكينه بالراحه مش للاخر، يدوب بالظبط كده. بصوا ماشيه مع كل تضليعه كده بالسكينه بالراحه. تمام. كل تضليعه طالعه من الرمان بمشي مع السكينه على طول كده بيها. انا بقول لكم في تضليعه اهي ما انساهاش. اسهل طريقه لتقشير الرمان، مش بياخد معاكي وقت خالص. يعني انا هنا مش مجريه الفيديو، يعني الوقت ده هو فعلا الوقت اللي انا خدته في تقشير الرمانه دي، ما خدتش مني اي حاجه. بصوا فتحتها من جوه جميله وحمرا ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان افصصها بقى بمنتهى السهوله من غير ما اسود ايدي، بصوا انا جبت هنا الشبكه اللي بشوي عليها الفراخ، وبصوا هضرب 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 وهنزل كل الحبوب اللي موجوده. بصوا لو لاحظتوا تحت كده الحبوب عماله تنزل والبذور بتاعه الرمان عماله تنزل بمنتهى السهوله. 4 5 ضربات وبتلاقي الرمانة خلاص تمام. بصوا بصوا تمام ازاي. بتأكد بس ان انا ضربت في كل ناحية عشان انزل كل البذور ما اسيبش اي حاجة. بصوا بقى، تا 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 تا. الرمانة ما فيهاش اي حاجة، اللي موجود ده حاجة بسيطة انا ممكن اشيلها بعد كده. طب وبالنسبة لقشر الرمان ده يا رنوشة هنرميه؟ لا طبعا، ده قشر الرمان ده مفيد جدا في حالات الجهاز الهضمي والقولون. يعني احنا بننشفه وبنستخدمه كده معلقة، وبنعمل بيه زي ايه، زي الكشري، زي قصدي الشاي الكشري، نحط معلقة على مية مغلية وبنشربها. طبعا ليه فوائد كتير ممكن هبقى اقول لكم عليه. بنقي كل الحاجات البيضة اللي نزلت وانا بنزل البذور بتاعة الرمان. بصوا كده شكله، ايه ده ايه ده ايه ده، كهرمان يا ناس، ايه الحلاوة دي. بعد ما نضفت بقى خلاص الرمان بتاعي، هجيب نص كوباية سكر وهحطها على الرمان. والسكر طبعا ده على حسب الرغبة. هفضيهم ونبدأ ان احنا نقلب كده وندخل السكر في كل الحبيبات بتاعة الرمان بتاعي. تمام. هسيبه بقى في التلاجة لمدة ساعة. وهنا برضو انا حطيت كركديه، عارفين طبعا الكركديه هستفاد منه في اللون، وكمان هزود القيمة الغذائية. وهسيبه يبرد. بعد الساعة بقى كان الكركديه خلاص برد، وكمان الرمان بتاعي نزل ميته. بصوا وبقى زي العسل. هبدأ بقى احط الرمان بتاعي في الكوبايات عشان نعمل احلى عصير رمان. بصوا بحطهم في الكوبايات بتاعتي. ولادك اول ما هيشوفوه بالطريقة دي مش هيتبطلوا ابدا يطلبوا منك، وفي نفس الوقت هنستفاد بكل القيمة الغذائية اللي موجودة في الرمان. هنا بحط الكركديه بقى عشان لونه، بص اللون بقى بعد ما حطيت الكركديه لونه بقى احمر وجميل. انا نسيت اقول لكم كمان حاجة، انا مش بحط سكر على الكركديه،
كفاية قوي السكر اللي انا حطيته مع الرمان، ولو محتاجة سكر تاني ممكن تبقي تزودي. بصوا شكل الكوبايات بعد ما خلصتها وشكل العصير، حاجة في منتهى الجمال. يلا قومي دلوقتي اعملي احلى كوباية عصير لولادك يستفادوا بيها. والرمان مليان قيمة غذائية ومليان مضادات أكسدة أكتر كمان من الشاي الأخضر، وكمان هيساعد إن هما ما يبقاش عندهم فقر الدم والأنيميا، ويخليهم مركزين في الدراسة. كتير كتير قوي من الفوائد بتاعة الرمان اللي احنا لازم نستفاد منها. لما الرمان ينزل اشتريه وما تخليش بيتك أبدا يخلى من الرمان، مفيد جدا لولادك وليك انت كمان في نضارة بشرتك وجمالك. بصوا في منتهى الجمال شكله، سبحان الله، جميل جدا. إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم وصفة النهاردة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما ننساش ندوس اللايك. بحبكم جدا، مع السلامة.